بيسألوا البلخي بيقول له كم مكسك معي نحات؟ قال 33 سنة. قال فماذا أفدت مني في هذه المدة؟ قال 8 مسائل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه المدة 33 سنة وتقول لي ما خدش إلا 8 مسائل؟ اتق الله يا شيخ. قال له أنا لا أكذب، هم 8 مسائل. فجاب الآية دي. قال له إيه هي؟ قال له أنا أحببت الجنة لأنني رأيت الخلق اللي أنا معاصرهم كلهم غل وحقد على بعض، كرهت هذه الظاهرة. فلما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اشتقت للجنة اللي مش هيبقى فيها غل دي، طمعا في ايه؟ في ان اروح. طب الوسيلة لها ايه؟ من خاف مقام ربه. فخفت مقام ربي، اعمل الطاعة برضه وانا خايف. خفت مقام ربي ونازعت نفسي هواها فاستقامت لي الطاعة. يعني هو يشير الى ايه؟ ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة بيضه هي الايه؟ هي الموت. قال له احسنت يا حاتم. فما الثانية؟ طب قول لي على الثانية ايه بقى اللي انت عملتها الثانية دي؟ قلت استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد حبيب يحبه ويصاحبه دائما، إلا أنه ساعة يموت يدخله القبر لوحده ويروح ويسيبه، وأنا أحببت واحد ما يسيبنيش ويدخل معاه القبر فلم أجد إلا عملي. قال له أحسنت يا حاتم. قال له فما الثالثة؟ قال رأيت الخلق كل واحد يحب شيئا يحافظ عليه، يعني مثلا يوضعه في خزنة، يوضعه في كل واحد يحب شيء، ولكني لاحظت أن هذه من الأغيار ويمكن لص يجي ياخدها، فأحببت العمل بتاعي أحافظ عليه العمل حسنات، فلم أجد أمينا إلا ربي فعملت كله لي إلى بقيه. قال له فما الرابعة؟ قال علمت أن الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون، فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق. فلما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الغل والحقد. قال فما اللي بعدها ايه؟ قال له عرفت أن الناس يتعادون، كل واحد عدو الثاني عدو. فلما سمعت قول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لم تركت عداوة الإنسان ووجهت عداوتي كلها للشيطان فنجوت منها. قال فما الأخيرة؟ قال وجدت الناس يثقون في أشيائهم من مال وعقار وتجارة وصناعة وكلها يفوز، فتوكلت على الحي الذي لا يموت